السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أجيب لك خبر دلوقتي، خبر محدش فضل ربنا سبحانه وتعالى جابه غير العبد لله، عن زيارة كابتن محمود الخطيب لمنتخب تحت 17 سنة. هل الزيارة دي مفاجأة؟ هل كابتن الخطيب ليه غرض منها؟ هل كابتن الخطيب راح عشان خاطر فيه سبب راح عشانه؟ وجود كابتن الخطيب في أي حتة زي كابتن حسن شحاتة زي كابتن حازم إمام، لا، النجوم كبار يعني يشرفوا أي مكان. يعني تتفق مع كابتن الخطيب في إدارته في أي حاجة، تتفق وتختلف، ده عادي. لو هو شغال في مجال عام ده عادي. انما بتختلف في النجوميات والكاريزما والحاجات دي، لا، تبقى انسان ناقص على طول. يعني اللي يتكلم في الكلام ده في نجوميته وشعبيته والكاريزما بتاعته يبقى انت انسان ناقص. هل وجود كابتن الخطيب في غرض هناك؟ اللي هقوله لك ده بالاثبات. بس قبل ما اتكلم عن موضوع كابتن الخطيب، عايز سريعا بس كده، الناس اللي بتصطاد الميه العكره لمناسبه ولاد النادي، لان انا عممت يعني، طبعا مش قصدي اعمم طبعا يعني، بس الناس اللي هم هانوا اسم نادي الزمالك واستفادوا من نادي الزمالك قوي قوي قوي، وخلوا اسم نادي الزمالك في الارض في البطولات، واستفادوا ماديا وضحكوا على الناس وضحكوا على الجماهير، دول بيصطادوا في مال العكره وعايزين يوقعوني مثلا. هو ما حصلش يعني، والله ما حصل. مع كابتن حسن شحاته مثلا، هل كابتن حسن شحاته مش رمز ده على دماغنا ودماغ بص، كل دماغ اهلي كلهم عادي يعني، مفيش مشكله، اقول عادي يعني. وهو لاعب فاد نادي الزمالك بطولات وفنيا وشعبيا. شعبيا نركز فيها، خلي بالك. وشعبيا ايه تاني يا اسس؟ لما وصل لمرحله تدريب، اعلى مدرب جه في تاريخ مصر ده من نادي الزمالك، فده شرف لينا، وده ولاد دي ابن النادي فعلا اللي افتخر بيه. انما الناس الثانيه النص الكم دي، في ناس في الدوري الممتاز دلوقتي التعليم اتعلموا واتثقفوا وخدوا شهادات وراحوا بره، حاجه تشرف. اسامي نادي الزمالك موجوده في الدوري دلوقتي، حاجه تشرف. انا قصدي على الناس ولاد النادي المنتفعين، هم ولا بيذاكروا وناس ولا اتعلموا ولا يعرفوا حاجه، ويطلعوا بس يتكلموا بوم بوم بوم، والجمهور عرفهم وخلص عليهم. هم دول ولاد النادي اللي قصدي عليهم، اللي هم المهم بقى. محمد حمد لعيب في نادي الزمالك 2008 مع كابتن احمد الكاس. البهواتي في نادي الزمالك البيلي اسمه بدر حامد عمل له عقد. عمل له ايه؟ عقد. وللامانه يعني ربنا يبارك له، الراجل ده شغال كويس قوي النادي الاهلي، راجل اهلاوي بصراحه، اهلاوي اصيل، دمر قطاع نادي الزمالك كله. مش في قطاع اصلا. السنه اللي فاتت فرق الجمهوريه مفنشين عاشر، فرق 2007 2005 نادي الزمالك فنش عاشر. عارف يعني عاشر ده هيتغلب كام ماتش؟ مثلا غير 15 ماتش مثلا، حاجه زي كده يعني. عاشر كان ممكن يهبط يعني. وموجود لغايه في نادي جون احمد خالد. بدر حامد ده بياخد مبلغ، ولا مبلغ كمان كبير بدل ما يدفع للنادي. البيع معمول له عقد، وعقده هينتهي في يناير. عقده هينتهي في يناير. ده من احسن اللعيبه في مصر في المركز زي الهاف ليفت ده او تحت الفيرود. محمد حمد عقده هينتهي. هل كابتن الخطيب زيارته دعم المنتخب؟ طبعا. طبعا ده بلده، وحاجه تفرح يعني، وشرف للعيبه والجهاز كله اللي كابتن الخطيب موجود معاهم. بس راح برضه، هل لمصلحه النادي الاهلي ان يخلص اللاعب ده؟ ده لو عمل كده اعمل له كده. يا عم الخطيب الاهلاوي قوي ده، إيه يا عم ده بجد ده؟ ايه ده؟ لا طبعا، سقف له. عندنا نوم في العسل، عندنا ناس تنام في العسل. انا بعت على فكره المسؤولين عن 3 حاجات، ردوا عليا في حاجتين، والحاجه الثالثه لسه مستنيهم. بعت لهم، عمري ما اذكر اسامي طبعا، يعني الناس اللي بعت لي في مجلس اداره نادي الزمالك عمري في حياتي ذكرت اسامي. انا بعت وعمليش في الكلام ده، بس انا ببعت عشان ما حدش يقول لي انت ليه ما بعتلهمش للاول، وليه ليه ما كلمتهمش من الاول، ولا طالع تقطع فيهم من الاول. لا، انا بعت لهم اشوف ردهم، وبعت لهم بالحقيقه بالاثبات يعني. عقده هينتهي في يناير. البيل اللي عمل له عقد ده لازم يتحول لنائب العام. عمل له عقد ينتهي في بعد 3 سنين، بعد سن القانون يوصل، ومن حقه يمضي في اي نادي. نادي الزمالك لعيب زي ده تعملوا كده؟ يا في مؤامره في حاجه. اللهم بلغت اللهم فشحت. لعيب اسمه محمد حمد في نادي الزمالك. القضيه دي انا الوحيد فتحتها، اول واحد فتحها، والقضيه ديت فعلا كبيره قوي، لان لعيب جامد، لعيب جامد قوي، لعيب جامد يعني. اشوفكم على خير، سلام عليكم.